فاطمة جابت المقص. فاطمة يقصون بالشريط؟ يلا ان شاء الله. الاحتفالية؟ يلا روح اتصوركم. شدي. شو تسوون؟ طبعا مثل ما جاي تشوفون هنا الشباب بدأوا يحضرون تحضيرات الافتتاح، علقوا هاي النفاخ والزينة وما اعرف شنو، جابوا الجهاز ابو فطومة يرتب. شنو نسوي؟ وهذا بجد ما نفهم. انا مضروب بالقاذفة. طبعا هنا كل شيء جهز، الدي جي موجود والزينة علقوها والمحل من جوا حاضر، وصاحوا على حيدر هنا يحاكون الوليد على ابو فطومة، بس الشمس بعد شوية حارة فقلنا خلنا شوية ويبدأ الافتتاح. هنا الشباب قالوا صورنا، قلت لهم تدللون صديق كذب. هنا احمد بدأ يفتح المحل مثل ما جاي يشوفون راح تبدأ المراسيم. طبعا ما شاء الله الملابس فتشي روعه والترتيب فتشي. الله يوفقك ان شاء الله اخي ابو فطومه، ويا ريت تروحون تزورون محله كلش حلو وملابس ماركه فتشي واسعار مناسبه. وهنا بدأت المرحلة الأخيرة، هي مرحلة الافتتاح. شغلوا الدي جي ووصل المقص، بس بقى الشخص اللي يقص الشريط بعده بالطريق راح يجي يوصل إن شاء الله. شوية إنسان شيبة، فبدت هنا الأفراح ما شاء الله، وبدت العالم تلتم، وبدأ أبو فطومة يحضر ترتيباته وشغله. هنا وصل الحج أبو فراس اللي هو إن شاء الله راح يكون صاحب اليد التي ستقص الشريط. ما شاء الله جايب خطيه ويا شكليت ويطشر، فرحان، انسان طيب الله يوفقك. وهنا بدا طبعا علاء بن فراس وحيدر والولد بدأوا يشتغلون. تعرفون الدي جي ما يخلوا واحد واقف، فما شاء الله شوفوا شلون. شوف الترتيب، شوف الرقص. طبعا ازياء ابو فطومه الحمد لله والشكر تم الافتتاح في منطقة الكمالية. اللي يحب ينور المحل ويشوف الماركات ويشوف الاسعار كلش حلوة وجميلة طبعا، والله يوفق الجميع. وهنا عسولة جابت المقص تحضيره لقص الشريط. وصلت عسولة. اليوم بافتتاحية محل ابو فطومة، الله يرزقه ان شاء الله ويوفقه ان شاء الله للجميع. يستاهل ابو فطومة والله يستاهل ان شاء الله. راقي مبدع، كل الملاحظات يعني هو مبدع. وين مكانه هو؟ مكانه المنطقة انا كمالية شارع. هنا طبعا حيدر وابو فطومه والولد بدأوا يحضرون للكيكه، يرتبون مكانها حتى القص مالتها والترتيبات. ما شاء الله شوف المحل، الله يرزقك ان شاء الله اخي ابو فطومه ويحفظك ويحفظ اطفالك. فتشي المحل روعه والماركات فتشي والاسعار بعد افضل. زوروه وراح تشوفون عده فتشي جميل.
ما شاء الله. شوف الترتيب فتشي حلو، والاسعار فتشي، والموديلات بعد الافضل والاحسن، والماركات يعني المطلوبة والماشية، والاسعار يعني مراعي بيها الناس الفقراء والايتام. فزوروا راح تلقون عنده اشياء كلش حلوة وجميلة. وهنا راح تبدو مراسيم قص الشريط، فتحضروا الشباب والكل طلع من المحل. وهنا بن علاو مثل ما ابن فراس علاو مثل ما شفتوه حطيته بالكيكه اخذها منها. هنا حيدر يفتر على الكيكه، ما اعرف شو يريد يعني بالضبط. المهم قلت له برا. هنا تقدم ابو فراس طبعا مثل ما جاي تشوفون، راح يقص الشريط هو والشباب. طبعا افتتاحية المحل ان شاء الله افتتاح خير على ابو فطومه وعلى عياله، وان شاء الله الرزق من هذا المحل بحق الحسين. شوفوا شلون تم قص الشريط والدخولية.